آه الله يرحمك يا جدو. تيجي تشوف العز اللي أنا فيه. حبايبي أبو العز، أهلا بيكو. خليكم معانا هنا، كأس العالم عندنا وحلقة جديدة من دي مش كورة دي مزيكا. ضيوفي النهاردة في بلاتو الجميل. معايا أحمد عز، ملك ملوك التحليل اللي منورني. ازيك يا زيزو؟ مساء الفل. يوسف التهامي، نجوم اف ام وصاحب البرنامج الكروي الجديد العميد اللي عامله عشان ينافسني، بس انسى يا يوسف. واحد يا كابتن عزيز. حبيبي يا جو. ومعانا شادي حبشي، موسوعة الكورة وصاحب قناة تاريخ وكرافيا اللي عاملة شغل جامد على يوتيوب. ومحمد القاضي، الفوتبول جيك، واهم من كل ده صديقي منذ الطفولة، يعني محدش يقرب له. حبيبي يا كابتن عزيز. حبايبي اللي منورين، اهلا بيك زيزو جو. جاهزين؟ يلا بينا يلا بينا. نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. حبايبي الكرويين، عشان انا الفنان الكروي وعشان ده برنامج دي مش كورة دي مزيكا، فالنهارده وعلى مدار كاس العالم في الاسابيع الجايه هنشوف تحليلات وتوقعات، وهنلعب العاب كرويه سمعيه بصريه مرئيه غنائيه تاريخيه لولبيه على شرف كاس العالم. مسابقاتنا النهارده في الحلقه الاولى هتنقسم ل3 فقرات. لو تعرفوه، لو كنت ناسي افكرك وحيرت قلبي معاك. كل الاسئله بتتسال للفرقتين، والفريق الاسرع اللي هيدوس على الجرس الاول هو اللي هيجاوب. جاوب صح ياخد نقطه، جاوب غلط ينقص نقطه. تمام يا رجاله؟ تمام يا كابتن عزيز. توكلنا على الله. يلا بينا. والفقره الاولى، ولو تعرفوه، والسؤال الاول: مين من دول كابتن منتخب الدنمارك؟ دوس جاوب يا يوسف. جاوب يا جدعان. انت اللي شاورت. جاير. اجابه صحيحه. 1 حلو. نقطه لعز ويوسف. ايوه، لا انت عارف سيمون كاير أيوة. ابوه ايوه بقى ادينا بقى العيب. كان اللي ماسك غرفه خلع الملابس بتاع نادي لعب فيه محمد زيدان. حلو يا زيزو يا موسوعه. بس عمال تقول لنا مش عارف معلوماته. طب غفلنا ولا ايه؟ وبعدين حلاوه البدايه بس. السؤال الثاني: مين اللعيب ده؟ رمانة ميزان اتلتيكو والارجنتين. دي بول. الله وهنبداها مولعه ولا ايه؟ 1-1. حلو. حلاوتكم يا حلوين. ايوه كده، عايزين منافسه من اولها. الناس دي معاها لغه. انا مين يا معلمين؟ مش عارف ايه. جريليش. حد هيدوس جرس ولا ايه؟ جاك جريليش. الله يا شادي يا جميل. لا الله وكمباك من اولها. بس 2-1. والسؤال التالي، حته بقى شعر ابو العز: لعبي اوروبي وتكتيكي وبنافس المنتخب المكسيكي. انا مين يا معلمين؟ عايزين بقى نشوف اتفضل. المكسيك ده مع مين في المجموعه. مع احنا بنتطفس اصلا، مش عارفين نتطفس، مش مشكله. على فكره لو دوستوا جرس وجاوبتوا حلال يا قاضي ويا شادي. الناس بتدوس جرس على المغمض. احنا يا لسه عم بنفكر. بالراحه يا سيدي، ما هو المجموعه بتاعت منتخب المكسيك فيها انا بولندا عصبي يا زيزو. وفيها عشان السعوديه نجمين. وفيها الارجنتين، فيبقى بولندا معروف. الله الموسوعه يا جماعه. 2-2. الدنيا مولعه. طيب السؤال اللي بعده، ونخش على سؤال الخلاط. مين الاتنين دول؟ انا ابن مين يا نينا؟ ايه ده؟ هو اصلا واحد اصلا ولا ايه؟ مين جت مين؟ انا اهو. اتفضل انا يا اهو. هو اول واحد فرينك دي يونج. ومين كمان؟ دول الاثنين مضروبين في هاري بعض كين. يعني. لا، كاسبر شمايكل. كاسبر شمايكل وفرينك دي يونج. لا الاجوبه كلها غلط، ولكن خدنا النقطة. قاضي قال فرينكي دي يونج صح، والتاني كان ايدن هازارد. قاضي وشادي ياخدوا نص نقطه. ماشي. يلا ايه بينا. نص نقطه؟ طب يا جماعه خلاص يا جماعه عادي مفيش لا هو في اجابه صح اجابه غلط. ايه نص نقطه؟ معاك مش حق. عارف. بصراحه معاك حق. ايوه ما سمعتهاش قبل كده. يا نص زيزو نقطة. يا زيزو، لو انت اتفضل. برضو جبت واحد من الوشين هديك نص نقطه. لا مش عايز، هي 0 يا 1. انا ما باخدش نص. زيزو مش عايز اقوم لك من ورا المكتب يا زيزو. خلاص يا تعرفش عز تقوم احنا لي من موافقين. ورا خلاص المكتب. احنا موافقين. ما خلاص. تعرفش تقوم لي من ورا المكتب. انتوا يا جماعه في حكم، يا جماعه في حكم. نسيب للحكم هو يحكم. خلاص ماشي خلاص، محدش جابها صح. الاجابه الصح كانت فرينكي دي يونج وايدن هازارد. جدع كده صح. ايوه صح. طب هم نقصوا درجه كده يا كابتن ولا ايه؟ لا ما خلاص كان نص تفكيره طبعاً، الراجل نص جاب بقى واحد يعني. خلاص. ايوه يعني خدوها يعني ولا ايه؟ لا
هو اللي بيجاوب حقيقي غلط وشتا. هو اللي بيجاوب غلط بيتخصم منه نقطه. بالظبط. حضرتك جاوبت غلط يبقى ماينس لا 1. الواحده يا عز. الواحده واحده بس الإجابة النهائية. الإجابة النهائية 2. حكمت المحكمه ان ما حدش هياخد نقط خلاص. ايوه هيتخصم منه نقطة. ليه قال فرينك دي يونج يا جدع؟ ما تعصبوش الراجل ده. عارف فرينك دي يونج ولا انت مين؟ قلتش مايكل. يلا السكور لسه 2-2 ونخش على السؤال اللي بعده. اتفضل يا فندم. عافية يعني. ماشي. ماشي عايزين تكسبوه. هاتوا من رجليه. ألماني. مين ده؟ ده سؤال. لا ممكن مش ممكن. الماني. لو لسه مش عارفين انا ممكن ازود لكم حته طب من ادينا جسمي. حته كده. خدوا دي لحد السره والصدر. كاي هافرتز. الله محمد القاضي يا جماعة. هاي. من الاول والله. تيم ورك عبقري. لا ثلاثة لا اتنين. لا حلو أسود حلو. ورفيع. حلوه حلوة، حلوه دي برافو. حقيقي. دي حلو. 3-2 والسؤال التالي ولو تعرفوه سهل. وانهي اتش كابتن منتخب صربيا. انا ما عنديش فكره. كاسوفيتش ولا تاديتش ولا متروفيتش؟ حد اتش اي حاجه. قول يا شادي وما تخافش. دوسان تاديتش. الله اكبر عليك يا شادي. لا و4-2. لعيب. أصل اللي فاتت البتاع بعد الحمد لله. لله. بص لو في شر هتبقى. قاضي وشادي ابتدوا يفرقوا. اهم حاجه 3 بونت. بصراحه. يعني قصدي الدراعين مش باينين قوي انما ده هنا مفيش. طيب السؤال الجاي في لعيب معروف قوي ما اقدرش اقول كلمات معينه عنه واحاول اوصفه لكم من غير ما اقول الكلمات دي. اللي هيعرف الاول ويدوس جابه صح هياخد نقطه، جابه غلط هينقص نقطه. اوكي. الا لو هم أوكي. طبعا ساعتها مش هيبقى. الله يسامحك الله يسامحك يا زيزو الله يسامحك. يلا بينا. انا بلعب قدام. قدام. انا بجيب اجوان. انا انتقلت قريب من نادي لنادي. انا بلعب في كاس العالم بس مش متاكد لو هشارك. ده يعني صعبة. عايمه قوي. ده الاحتماليه مثلا فيها 300 لعيب في كاس العالم. نضيقها نحاول تاني. نضيقها شويه. نضيقها تاني. خلاص صبركم عليا يا جماعه بالراحه بالراحه. طيب وخلوا بالكم من دي بقى. ها ماشي. خلوا بالكم. معاك. انا زعلت المصريين. ها قريب. ساديو ماني. الله يا شادي هوبا 5. بس قدام دي لخبطه. بس هو قدام دي اصلها يعني بس حلو يا جماعه حلو. بيلعب مهاجم وبيلعب جناح وبيهاجم. انتوا يعني مش متاكد انه هيلعب عشان كان مصاب يا جماعه. انا ما ماشي. كانش ينفع اقول سنغال صح، ولا احنا حلوة أفريقيا منك، صح. ولا صلاح. ماشي. النتيجه دلوقتي 5-2. يلعب 5-2. يلعب. طيب دلوقتي وبهداوه كده نشرح السؤال ده. الاول تيم عز ويوسف هتشوفوا صوره لمده 10 ثواني. بعد كده هيبقى معاكم 15 ثانيه تقولوا لي شفتوا فيها ايه. بعدها نفس السؤال هيتسال لقاضي وشادي بصوره مختلفه طبعا، واللي هيجيب داتا اعلى او يقول حاجات اكتر من اللي شافها في الصوره هو اللي هياخد نقطه الجوله دي. ضغط عصبي رهيب ده. جدا جدا. انا مش جاي اهزر. يلا بينا. طيب والسؤال الاول لعز ويوسف، شايفين كام حد من الصوره دي في منتخب اسبانيا؟ طب هنقول ولا ايه؟ قول بقى معاك 15 ثانيه. خوردي ألبا. بوسكيتس. بيكي كان موجود. كان موجود. موراتا كان موجود. واسينسيو. واسينسيو كان موجود. احنا اتظلمنا ان احنا اتسالنا الاول. الوقت خلص. انتوا قلتوا خوردي ألبا، بيدري، بوسكيتس، اسينسيو. صح كده 4؟ ايوه صح كده؟ صح كده. يبقى الفريق ده جاب 4 والاربعه دول صح. موجود اصلا. نخش بقى على قاضي وشادي. معاكم ال10 ثواني بتاعتكم يا شباب وبصوا على المنتخب بتاعكم. هات يا ابو العز. اديله. يلا. يلا 15 ثانية كاونت داون. برونو فرنانديز، كريستيانو رونالدو، بيبي، جواو فيليكس، برناردو سيلفا، باتريسيو حارس المرمى، تايم. انما قاضي وشادي جابوا 5 اسامي او 6. قلتوا كريستيانو، برونو، برناردو، جواو فيليكس. جون اسمه ايه؟ باتريسيو. لا ما كانش باتريسيو باتريسيو. بس قلتوا حد خامس. موتينيو. قلتوا برناردو سيلفا. برناردو سيلفا وموتينيو. صح. موتينيو. يبقى لا 5. لا موتينيو ما اتقالتش. ما قلناش قلت موتينيو. موتينيو. لا. قلت موتينيو. ايوه يا شباب مين جاب سكور اعلى عشان نحسم المعركه دي؟
تيم قاضي وشادي، نقطه لتيم قاضي وشادي. شكرا هاي شكرا. نضيفة اظن دي ما 6-2. فيهاش. لا ما فيهاش، دي هو ما كده كده فيهاش. بيحط ايده على ودنه وهو مش لابس ايربيس بس تمام يعني. عارف نيتك دي هي اللي رمياك ورا كده في السكور. معلش يا سيدي. بس يا سيدي يلا بينا على الفقره الثانيه، ولو كنت ناسي افكرك. ويلا بقى نلعب حته شويه نوستالجيا على فن على لذاذه. والصوره الاولى ونرجع للاجراس واللي اسرع يرد. ركز معايا. الكره دي من 2006. انهي كاس عالم؟ قاضي وشادي ده السؤال الاول، ماشي. تردوا الاول. ايه دي؟ انا مش عارف، انت اللي دوست. مش عارف الكوره. دي ثلاث كرة ثواني. كأس العالم 2010. ارزع. يلا غلط الناحيه الثانيه، عندكم فرصه. طب سؤال، لو احنا جاوبنا غلط هننقص برضو؟ اه ماشي. نقصهم يا كابتن 5-2 ولا ايه؟ حلوه الاستراتيجيه. ايه ده فيها يا جماعه؟ لا على فكرة بقى كده. داسوا. الكره دي كانت كاس عالم 2014. والله قلتها من اول مره من قبل حلوة ما أقول، أيوة. بس كان لازم اعمل حلوة كده، كان أيوة. زماننا بس هم تردد وحش. والسكور يقرب ل 5-2. هم لما بيجاوبوا غلط بينقصوا صح؟ طب ما حلو، ليه بقى ما حصلش الكلام ده لما جاوبوا غلط في السؤال بتاع فرينك ديونج؟ يا فندم جابوا نص اجابه، انت ما جبتش حاجه. ما لو انا نقصتهم عشان جابوا نص اجابه يبقى انا اقومك بقى من البلاتو عشان ما ردتش. او اوام. لا يا زيزو انت حبيبي. طب خلاص يبقى نقصوا. لا. والتاني سؤال في فقره لو كنت ناسي افكرك. ونعنش الذاكره وقولوا لي دي تيشيرت المانيا في انهي كاس عالم؟ زيزو داس الاول. التيشيرت دي عندي بعيد قوي يا نهار ابيض. لا ما انا مش فاكر. الله دي 98. الله اكبر عليك يا زيزو، نقطه برافو. هايل فوقنا كده، فوقنا. شادي بيقول لي 2010 اساسا طب 12 الله سنه. عليك. رحت في حتة تانية خالص. تيجي ثلاثة نقطة كأس عالم. ترد لنا دي كانت تبقى خطيرة. يوسف وعز بيقربوا. 98 كده كام؟ كده كام؟ كده 5-3. السؤال اللي بعده، وطرطقوا لي بقى اذنكم الموسيقيه جامد وقولوا لي الاغنيه دي من انهي كاس عالم؟ 2002 2002 قلنا انستازيا. بحبها جدا. احنا قلنا الاول. الله يا كنترول. مين داس الاول؟ مين قال الاول؟ يبقى حاجه يا جماعه. قاضي وشادي ياخدوا النقطه. الراجل اهو لا والله احنا الاول. والله احنا الاول. لا ولا اصلا ده ماسك صدقني هو الأول. يعني ايه يعني؟ ايه يا جماعه؟ سكور دلوقتي 6-3 يا شباب، صح؟ لله الحمد لله. اي حد في الكنترول. يا رب يديك. شكرا. وبمناسبه بقى 2002 والسؤال الاخير في لو كنت ناسي افكرك، مين في الاختيارات دي هو الترتيب الصح للمربع الذهبي 2002 ومقصر عدوسه؟ يلا بينا. نفكر. ايه ولا بي ولا سي؟ برازيل، المانيا، تركيا، كوريا الجنوبيه. سي. هايل. ونقطه لزيزو ونقطه لجو. برافو عليك. حلوه. ونختم بكده لو كنت ناسي افكرك، كده وهنخش على حيرت قلبي معاك. والفقره الثالثه والاخيره وحيرت قلبي معاك. الفقره دي هيبقى فيها 3 اسئله، وبعدها هنخش على فقره التحليل والتوقعات من ال5 جهابس اللي قاعدين قدامكم في الكاميرا، وكل واحد يقول مين متوقع يتاهل من المجموعه الاولى والثانيه. وعشان هنتكلم عن الاولى والثانيه فالاسئله هتكون عن المجموعه الاولى والثانيه. تمام؟ نبدا. والسؤال الاول، مين المنتخب اللي ناقص في المجموعه الاولى؟ قول يا زيزو. اكوادور. الله اكبر عليك. و6-5 ولعها شعللها. انت مش مذاكر المجاميع. يلا بينا. والسؤال الثاني، مين في دول المجموعه الثانيه؟ انا دوست اهو. انا عامل ايه طيب؟ عز داس الاول. الله. عز المجموعه الثانيه انجلترا وايران وامريكا وويلز. الله اكبر عليك لا يا لا زيزو. بس بقى كده والله لجنة الحكام لازم تتدخل في الكلام ده. 6-6. دروع يا كابتن. انا بعلنها اهو 6-6 وتعادل. عارفين ده معناه ايه؟ ايه؟ ان السؤال الاخير هو اللي هيحدد الفائز بالحلقه دي. سؤال معماري سياحي لولبي. ويلا نشوف مع بعض ماتش الافتتاح هيتلعب في انهي استاد؟ احنا دوسنا ما اتكلم. دوسوا خلاص. استاد البيت. وكسبوا. لا لسه عامل عليه حلقه امبارح. بذمتك انت عارفها. والله العظيم لسه عامل عليه حلقه امبارح. والله غلط هو عشان اكبر استاد وخلاص. لا والله خالص. هيعرف منين انه اكبر استاد الا لا لما عشان يذاكر. لسه قايلها امبارح. مبروك يا شباب. انا اصلا كنت هقولها غلط كده كده. جود وان بصراحه. مبروك زيزو. حلو برو. حلو. عاش يا شباب. يا اخي احنا جايين من بعيد قوي. ايوه ولا عشان هو شبه بركات يعني. ايوه وهارد لك بركات، قصدي شادي وقاضي. هارد لك يا شباب.
بس انا عايز اقول حاجه، بس هم كانوا بيدوسوا يعني بطريقه انفير بس يعني ايه بدوس في السادة استنى همشيها. يعني بدوس بعمل كده؟ لا انت بتدوس قبل ما السؤال بيخلص، قبل ما السؤال بيخلص طق على كان طول. بيضرب نص ضربه كده. ودلوقتي بقى جه وقت شويه جد، عايزين العقول الحلوه اللي معانا دي وانا طبعا منهم، كل واحد يقول توقعه وتحليله الموقف كل مجموعه، وليه شايف ان المنتخبين دول هنا وهنا هم اللي هيتاهلوا. نبدا مع ملك ملوك التحليل. خش يا زيزو. ثبتني والله. طب اتفضل بقى، اتفضل حلل وادينا توقعاتك. متهيألي يوسف لا، بقى لا. يبتدي المره دي. لا اي حد يوسف عمل معانا وهو اللي جايب لا يا فندم خالص والله. يلا يا بيه. لا اتفضل. يعني يلا يا هي هولندا انا حاسس ان هولندا والسنغال ممكن تعملها، يعني هم اقوى سكوادين، بس حاسس ان قطر على ارضها يعني اكيد مش هتطلع من اول دور يعني. لا انا لو هفوت يعني مش هعمل مفاجاه، فهختار هولندا والسنغال. تختار مين يتاهل من المجموعه الاولى؟ السنغال وهولندا برضه. السنغال وهولندا يعني زي عز. طيب شادي، موسوعتنا التاريخ والجغرافيا كله. السنغال وهولندا. السنغال وهولندا برضه. خش يا قاضي. يعني شايف عايز اتفرج على قطر الصراحه، حاسس أها. ممكن يطلع منهم حاجه، بالذات لو هم بروجكت شغالين بقاله فتره. اها بس لا، اميل لهولندا والسنغال. تمام، يعني في اجماع منكم انتوا الاربعه على السنغال وهولندا. اوكي، وانا بقى هنا ابو العز بيرمي القنبله، بقول اللي هيتاهلوا قطر والسنغال. وما شاء الله يخسروا الجوز في اول جوله، ويا شمت الناس فيا. اتحسدت يا ابو العز يا ملك التوقعات. نبدا برضو بملك ملوك التحليل، ونخش على المجموعه الثانيه. والله انت هتغير رايي فيك يعني انا عارف يعني ده حبيبي يا زوزو والله. تقدير كبير قوي والله. كانت انجلترا هتبيع جمهورها شكلها كالعاده، ما اظنش ان هي مش كامينج هوم يعني برضو اكيد. ده كده بس كده. هتصعد. ايران كارلوس كيروش هيضايق المنتخبات التانية، بس انا مش شايف معاه فرقه قويه. الجيل مش قوي، وهو عنده هوس بانه يكون موجود في كاس العالم اكتر منه قادر ان هو ياخد بروجكت ينقله نقله ثانيه. هو كان عنده هوس ان هو يكمل الستريك بتاعت كاس العالم، فعشان كده انا مش متخيل انه هيقدر يعمل مفاجاه. امريكا وويلز انا ما بحبش جاريث بيل قوي، عشان كده نفسي امريكا هي اللي تعمل المغامره. امريكا بتلعب هاي بريسنج وبتلعب كوره كويسه قوي يعني في مؤخرا، بس ستيل البروجكت بتاعها تاه. يعني اختيارك امريكا وانجلترا يا زوز؟ انجلترا اول وامريكا تاني. اوكي جو، ايه رايك؟ يعني مش هزود على الكلام عز كتير، هي فكره بس كيروش هيعرف يلعب على قد، يعني زي ما بنقول كده على قد الحافه، عشان هيمد رجليه عليه، لان هو معهوش لعيبه جامده، معهوش لعيبه بتلعب في توب ليفل. انت تعرف كام لعيب في المنتخب الايراني؟ بس غير كده الفكره كلها ان ايران بس هي اللي هتلعب دور مهم في المجموعه بين ويلز وامريكا، هي اللي ممكن تبقى في ايديها ان هي ترخم على حد فيهم، بس اعتقد ان هي تبقى انجلترا كده هي الحسم هيبقى ليها من الاول يعني. وامريكا وويلز هيبقى بيزد على ماتش ايران، بس اعتقد ان امريكا هتنجز يعني. تمام، هي اللي هتطلع. يبقى كده معانا 2 انجلترا وامريكا. شادي رايك ايه؟ انجلترا طبعا كده اول. يعني انا هختار ويلز بس عشان بحب ارون رامسي. ده تشجيع، ده مش توقع. يعني ان شاء الله ويلز هي اللي هتخطف يعني. لكن ايران لا، منتخب ضعيف. امريكا ما برضو يعني مش حاسس ان هم عندهم مستوى اللعيبه اللي يعملها يعني. شادي انجلترا وويلز. قاضي نختم بيك. والله انا شايف انجلترا محظوظه جدا. انجلترا في اي مجموعه تانية كان ممكن حتى في رايي ما تاهلش. عندها الاثنين ظاهرين الطرف اتصابوا قبل كاس العالم، تشيلويل واسمه ايه جيمس. ودي هتسبب مشكله. اضعف خطوطهم الدفاع مع مدرب تعبان الصراحه ساوث جيت، ولكن هو في مجموعه سهله قوي، اكيد انجلترا هتوصل. طب انت بالنسبه لك يا قاضي مين اللي هيتصعد مع انجلترا؟ لا امريكا. وانا بختم بتوقعي برضو وبقول ان هيبقى انجلترا وامريكا. شباب انتوا نورتوني الحلقه دي، ولسه هننور حلقات كتير مع بعض. شكرا يا كابتن عزيز. ونلعب ونتسابق ونتوقع، وكل كاس عالم وانتوا بخير، وكل حلقه وانتوا كرويين. باي.